اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما شفتوا حضراتكم في التقرير، هنتكلم النهارده عن استحداث منصب مستشار الامن القومي. هذا المنصب تم استحداثه من تقريبا 41 عام. كان اخر منصب كان كان اللي هو محمد حافظ اسماعيل في عامي 72 73 في عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات، ومنذ ذلك الحين ما كانش عندنا منصب اسمه مستشار للامن القومي. لكن يبدو ان الامور اصبحت الان في حاجه ماسه الى استحداث هذا المنصب مرة أخرى. السيدة فايزة أبو النجا، من المهم جدا أن يتم تعيين هذه السيدة لأن لها خبرة كبيرة جدا وباع طويل في هذا المجال. لها القدرة أيضا على معرفة ماذا يحدث من مخططات أجنبية ضد مصر. وكفاية نقول أن طبعا نيويورك تايمز خصصت افتتاحياتها للهجوم على هذه السيدة، لأن كان لها دور مهم جدا في معرفة الخفايا التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني المدعومة من أمريكا والمدعمة أيضا ماديا من الدول الغربية. ضيفي اللي مشرفنا النهارده واللي هيتكلم أكتر عن أهمية استحداث هذا المنصب اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك والسادة المشاهدين. الأول نعرف إيه هو المفروض المهام اللي بتقوم بيها مستشار الأمن القومي المصري؟ هو طبعا السيد الرئيس ممكن يعين مستشارين في مجالات متعددة منهم الأمن القومي، وهو بيعاون الرئيس في القضايا اللي الرئيس بيديها له على أساس يبحثها ويقوم بتقديم تقارير عنها، وبيقدم استشارات للسيد الرئيس في هذا الخصوص وكل ما يتعلق باتجاهات الأمن القومي ودوائره المختلفة. فده طبعا أحد المناصب الاستشارية المهمة جدا في مؤسسة الرئاسة، ودي نقطة مهمة وخطوة يعني طبيعية مش هقول في مصر بس، لأي رئيس في أي دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية حتى، ما هو ليه مستشارين الرئيس بس الأمريكي. يعني المنصب نفسه الأمن القومي أو المساعدة على الأمن القومي ده مهم جدا طبعا. بس يعني وأنت تمسكه سيدة وزي السيدة فايزة أبو النجا، طبعا ناس كتير قوي بدأت تنتقد عودة السيدة فايزة أبو النجا مرة أخرى للضوء، لكن ده يعني برضو دول بيمشوا على فكرة على السياسة الأمريكية. يعني السياسة الأمريكية هو واضح ان في ناس يعني هدفها الاساسي. طالما نيويورك تايمز قالت ان الكلام ده كلام سلبي وكلام يعني غير مستحسن، يبقى احنا ماشيين صح بالظبط وبقوه وعلى الاتجاه الصحيح والسليم. السيده فايزه ابو النجا هي سيده مصريه عظيمه، شانها شان كل سيدات مصر، لها خبره عاليه جدا عمليه وعلميه في التعاون الدولي، وكانت حطت ايديها على ملف في منتهى الاهميه وفي منتهى الخطوره، وهو منظمات مجتمع مدني بتعمل داخل مصر في حاجتين، بتعمل بدون ترخيص. هو انا دلوقتي في منظمات مجتمع مدني جايه بتشتغل في مصر، الطبيعي والقانوني في مصر وفي اي دوله ان انا اخد تصديق من الحكومه. كون ان انا ما اخدش تصديق من الحكومه دي اول نقطه غير قانونيه. النقطه الثانيه بتلقى اموال. مش عيب ان انا كمؤسسه ومنظمه مجتمع مدني اتلقى اموال سواء من الداخل او من الخارج، بس عن طريق القنوات القانونيه. هم بيتلقوا اموال عن طريق القنوات القانونيه، ففي نقطتين كده مخالفتين للقانون بوضوح وبصراحه. العمل بدون تصديق وتلقى اموال خارجيه. هذه الاموال الخارجيه المفروض اي منظمه مجتمع مدني بتشتغل على احتياجات المجتمع، دورها مكمل للحكومه في ما يخص المجتمع. المجتمع في الوقت ده بعد ثوره 25 يناير كان معظمه عايز ايه؟ في ناس فقدت شغلها، في ناس محتاجه بعض الاموال عشان حتى يدفع مصاريف مدارس ولاده او يكمل احتياجاته الشهريه. كل المنظمات اللي داخله اللي بتشتغل بدون تصريح والفلوس اللي جايه من بره بتلعب على حاجه واحده بس، الديمقراطيه وحقوق الانسان. وبالتالي ده برضو صحيح نقطتين مهمين. على فكره مسمى فضفاض، مسمى العنوان صحيح، لا يختلف عليه اثنين. يعني ما فيش اثنين في العالم ولا دين ولا شرع ولا قانون يختلفوا على أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن لما نخش للي تحت نلاقي تجميع بيانات وتجميع معلومات واستقطاب الشباب وعمل مجموعات. هذه المجموعات تاخد قضايا معينة جوه وتبقى ضد المجتمع والتظاهر وبأسلوب، بعد كده تلاقي المظاهرة انقلبت لحرق منشآت عامة وهكذا. فهذا الحراك اللي كان موجود ده، ومنظمة أنا جاي من بره جاي هشتغل بأسلوب قانوني وأسلوب محترم، إيه اللي ما يخلينيش آخد تصديق من الحكومة المصرية؟ وإيه اللي يخليني أتلقى أموال بغير الطرق القانونية؟ وهي دول النقطتين.
تاني حاجه النقطتين دول القضاء قال كلمته فيهم، وانا يمكن هستعير كلمه القاضي الحقيقه العظيم اللي قال كلمته في الموضوع. هو ما قالش بس حكم قضائي، قال حيثيات الحكم، وقال ان هذا الاختراق تعتبر اداه من ادوات القوى الناعمه التي تعمل على زعزعه استقرار الدوله، وان هذه المبالغ وهذا الاسلوب الغير قانوني اسلوب غير قانوني. هل تقبل الولايات المتحده الامريكيه او اي دوله ان اي منظمه خارجيه تخش تشتغل عندها بدون تصديق وفلوس تخش بدون الطرق القانونيه؟ طب ما انا لو منظمه بشتغل في النور ما النقطتين دول يبقوا في النور. فطبعا كون ان السيده فايزه ابو النجا السيده العظيمه تحط ايديها على هذا الملف وهذه الملفات وخبرتها الطويله في التعاون الدولي فهذا الموضوع مقلق، خاصه احنا داخلين على انتخابات، والمنظمات دي بوضعها اداه من ادوات حروب الجيل الرابع. انا عايز بقى اعلى يعني حضرتك برضه لفت انتباهي لحاجه مهمه جدا، يعني وجود هذه السيده في هذا التوقيت تحديدا مهم جدا عشان احنا على ابواب انتخابات. يعني ابواب الانتخابات البرلمانيه، وربما تكون هذه الانتخابات مخترقه. انا لو منظمه محترمه وبشتغل في مصر، واحنا محتاجين لكل منظمات المجتمع المدني، محتاجين لها، وكل الدول محتاجين لها بما فيها الدول العظمى محتاجين لها، لانها لها دور مكمل لدور الحكومه في اتجاه خدمه المجتمع المدني بكافه اتجاهاته في التنميه والبيئه والديمقراطيه برضه وكل حاجه. لكن دلوقتي انا لو منظمه محترمه وواخده تصديق من الحكومه وبتلقى اموال ايا كانت هذه الاموال بصوره قانونيه، انا ايه اللي يقلقني من الدكتوره استاذه فايزه ابو النجا او من اي حد؟ يعني انا ايه اللي يقلقني من ان الرئيس يعين مستشاره للامن القومي في ثقل سيده عظيمه زي الاستاذه فايزه ابو النجا؟ انا قلق ليه؟ ونيويورك تايم ممكن يعني برضو خلينا نخش كده بين السطور، لما صحيفه زي نيويورك تايمز تعمل مساحه كبيره جدا لمقال كبير جدا عن هذا الموضوع، انتوا قلقانين من ايه؟ هو المشكلة ان في بعض الشباب بياخد الكلام ده وبيتداول هذا الكلام عبر التواصل الاجتماعي، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بيوصل صورة وحشة جدا بعودة النظام السابق. يا جماعة اللي يقدر يخدم مصر ويقدر يقدم لها حاجة ده ما هو انسان وطني مخلص محب للبلد، اهلا وسهلا على العين والراس ونشوف هو هيقدم ايه، لكن بلاش الانتقاد اللي بقى فينا على طول، انتقاده بس. ما بنحاولش للاسف نقدم اي شيء جديد. بس هي حته المعيار زي ما حضرتك قلتي هو معيار الوطنيه وخدمه الوطن، وليس معيار نظام سابق ونظام حالي. هو يقدر يقدم ايه ونشوف تاريخ هذه السيده العظيمه هي قدمت ايه وكشفت ايه، والنقط دي نقط اختراق، لان هو الاموال دي بتخش بصوره غير قانونيه. انا عايز برضو يعني اقول يعني انا عشان اسيب هذا الملف، احنا مش عايزين نتكلم على الشخص بقدر ما نتكلم على المنصب. لكن يعني اللي شخصا الموضوع نيويورك تايمز بالظبط كده، واحنا يعني جرينا وراها وشبكات التواصل الاجتماعي بقت تتكلم، لكن احنا بنوضحه للناس بصرف النظر عن الشخص المنصب مهم والتوقيت مهم. فخلينا نشوف هي هتعمل ايه في الفتره القادمه، وبناء على هذا الموضوع ننتقد سلبا او ايجابا ان شاء الله ادام لصالح مصر. احنا عايزين نتكلم على توقيت اختيار هذا المنصب. يعني تم استحداث هذا المنصب تقريبا من 41 سنه ما كانش عندنا هذا المنصب. لكن طبعا في اختراق داخلي بيحصل في مصر وفي مؤامره. ما فيش حاجه اسمها ما فيش مؤامره، لا في مؤامره، في حروب الجيل الرابع طبعا حروب الجيل الرابع ممكن محاوله تنفيذ الخطه احنا دلوقتي في الخطه الثالثه طبعا الامريكيه، محاوله تنفيذ الخطه الرابعه اللي هي قربت على يعني على المشارف. فواضح ان طبعا في حاجات بتحصل. رئيس الجمهوريه طبعا عارف الحاجات دي وربما مش عايز يخض الناس، لكن استحداث هذا المنصب في هذا التوقيت تحديدا حضرتك لفت انتباهي ان احنا على مشارف طبعا الانتخابات البرلمانيه، وربما يكون هذا السبب. الرئيس قالها في كلماته الاخيره اثناء المناوره بدر 2014 وقال يعني كان الخطاب في الحقيقه في منتهى الصراحه والوضوح، ودي نقطه مهمه جدا. وقال ان حجم التهديدات والتحديات اللي بنواجهها خارجيه عاليه جدا يعني تتعلق بالبقاء، ودي نقطة في منتهى الأهمية وفي منتهى الصراحة. وقال صراحة ان احنا بنتعرض لحروب الجيل الرابع. في كلمتين صغيرين بس عشان نوضح النقطة دي، يعني ايه حروب الجيل الرابع؟ ووجه جديد من أوجه الصراع ما هواش بيعتمد على القوى العسكرية في الاختراق إطلاقا، وبيعتمد على 3 خطوات رئيسية: زعزعة استقرار الدولة من الداخل، ثم جعلها دولة فاشلة، ثم فرض الإرادة. فبالتالي زعزعه استقرار الدوله من الاخر من الداخل اللي هي النقطه الاولانيه لها ادوات كثيره جدا، اولها
انشاء قاعده ارهابيه ودعمها خارجيا، واختراق المجتمع المدني من الداخل. واهم نقطه للاختراق واسهل نقطه من الاختراق، اختراق منظمات المجتمع المدني تحت مسمى حقوق الانسان والديمقراطيه. يعني المسمى صحيح ولكن ما يدور تحته هو المشكله. طب بدات ترجع تاني المنظمات المجتمع المدني اللي هي غير الوطنيه اللي بتعمل ضد مصر؟ لا يعني انا شايف ان حاليا بعد اللي حصل وتقدموا للقضاء ودي كانت لطمه شديده جدا ووقفه مهمه جدا الحقيقه، كانت برضو نقطه كويسه من الحكومه المصريه. انا اعتقد ان الموضوع ده ان شاء الله يعني تقريبا شبه منعدم، واحنا هنوقده لو حصل في بدايته وفي مهده. ما نستناش لما نلاقي منظمه داخله بتعمل بتصديق او بدون تصديق وبتتلقى اموال خارجيه واخده مجموعه من الشباب والبلد في اتجاه هي عايزاه. فدي نقطه مهمه جدا. انا برضو بركز على نقطه، انا ما بقولش ما نشتركش في منظمات المجتمع المدني، وانا مع منظمات المجتمع المدني، وحتى لو بتشتغل في اتجاه الديمقراطيه بس بصوره علنيه وصريحه وتصديق مفيش مشكله خالص. بس انا لما اشترك عيني على بلدي، دي اول نقطه. النقطة الثانية لما اشترك في أي منظمة مجتمع مدني هم حاجتين مهمين جدا أنا كشخص عايز أروح أتأكد منهم. نمرة واحد أتأكد إن المنظمة لها تصديق. منظمة ملهاش تصديق وأنا هشترك فيها، يبقى اللي ملوش تصديق ده وجاي ده هدفه عليه علامة استفهام. النقطة الثانية لما أنا أشترك والمنظمة لها تصديق أشوف الأنشطة اللي أنا بقوم بيها إيه. قد يكون البداية ديمقراطية حقوق إنسان وبعد كده أخش على تحليل بيانات وجمع معلومات وإنشاء قضايا معينة أستهدف بها المجتمع وأمشي بها ضد المجتمع. فبالتالي لو لقيت هذا الكلام وأنا أخله وبعدين تراجعوا مرة أخرى لقوا الموضوع لا ما فيش فيه خدمة للمجتمع، ده في جمع بيانات وضد المجتمع. وفي اعتقد ساعتها ايام الموضوع ده ما حصل في شباب طلعوا وقالوا احنا كنا بنجمع بيانات بالاسلوب الفلاني. حضرتك لو شفت النماذج اللي موجوده في هذه المنظمات والسكيل اللي بيشتغلوا بيه كنموذج حتى اعلى بكتير قوي من امكانيات المنظمه اللي جوه، ده حاجه باكج جايه من بره. ودي نقطه مهمه جدا. فانا كشاب اشترك، ما بقولكش حاجه، والديمقراطيه وحقوق الانسان احنا بلد عريق في حتى في الديانات الاسلاميه والاسلام والمسيحيه معاها قلبا وقالبا، لكن خلي عينك على بلدك واعرف المعيارين دول ليه تصديق ولا لا، وجوه ماشي في اتجاه صحيح ولا هياخدك في منحى تاني بعد شويه. الاتجاه دايما هتلاقيه صحيح. وفي نقطه في حروب الجيل الرابع في منتهى الاهميه. حروب الجيل الرابع المثاليه هي التي تبدا ولا يشعر بها احد، بداياتها ناعمه جدا وبطيئه جدا، بالتالي انا ممكن ما اشعرش بيها واشعر بالاختراقات الكتيره جدا لانها تحت مسميات صحيحه لا يختلف عليها اثنين. فدي نقطه مهمه جدا في فهم ما يدور وفهم طبيعه جديده من طبع الصراع الموجود اللي هو حروب الجيل الرابع. طيب احنا دايما كنا بنسمع الخبراء بيتحدثون سواء داخل مصر او خارجها عن ان في 3 قوى مهمين جدا داخل اي بلد لو عايزه تكون هذه البلد يعني على الطريق الصحيح. الادويه، ان ملف الدواء، السلاح، الغذاء. الحقيقه ال3 ملفات دول لو عايز يعني بلدك تبقى قويه لازم يبقى انت متمكن من هذه الملفات. احنا عندنا خلل يمكن في ال3. ايوه. مش ده امن قومي؟ لا، واحنا عندنا نمسكهم واحده كده. السلاح احنا ما عندناش خلل في السلاح، احنا عندنا سياسه موجوده وسياسه عظيمه جدا وكانت من بعد 73 تنوع مصادر السلاح. فبالتالي عندنا هتلاقي حتى يمكن نخش اي حد يحب يطمئن يخش على الانترنت ويشوف، وده مش سر، انواع الطائرات الموجوده ايه ازاي تنوعها، وانواع السلاح اللي موجود تنوع كتير جدا ولا يعتمد على مصدر واحد. فبالتالي دي نقطه قويه جدا، ودي مخليها القوات المسلحه مش تابعه لحد، لان دي نقطه في منتهى الاهميه. واللي اظهرته المناوره بدر، ما القوات المسلحه تعمل مناوره استراتيجيه لمده تقريبا شهر بهذا الحجم وعلى جميع المستويات وجميع الاتجاهات الاستراتيجيه، دي نقطة يعني يمكن الرد ده واضح. يعني نطمن في موضوع السلاح. لا، دي في الحتة دي يعني حضرتك طبعا ليك دعم في هذا الموضوع فانا ما اقدرش اتكلم فيه. اطمئنان عالي. وبعدين عايز اقول على نقطة، السلاح هو عنصر من عناصر الكفاءة القتالية. احنا ناسين التدريب وناسين القيادة، ولما بقول قيادة ما بقولش القيادة على المستوى الاستراتيجي، بقول القيادة منظومة القيادة بالكامل لغاية اصغر قائد. ما دي والروح اللي موجودة
والقوات المسلحه اللي متماسكه بهذا التماسك وقادره تحارب الارهاب وقادره تسند القطاع المدني وفي نفس الوقت قادره تقوم بمناوره بهذا الحجم. فده يمكن رد عملي، يمكن مش هتكلم فيه اكتر من اللي بيحصل في سيناء. اللي بيحصل في سيناء ده جزء من حروب الجيل الرابع وايادي خارجيه ممتده لتمويل قاعده ارهاب من حيث التمويل ومن حيث التخطيط اللي موجود للعمليات دي اكبر من امكانيات المنفذين نفسهم. المنفذين دول سمول بلايرز، وبالتالي كان النقطه اللي كانت واقفه يعني عقبه وتم التغلب عليها ان كان الشريط الحدودي عليه سكان والشريط الحدودي عليه انفاق، فدي طبيعه خاصه جدا. فبنقل السكان من الشريط الحدودي هيحقق حاجتين، اولا هيدي للقوات حريه اكبر في التعامل، وهيقفل الانفاق اللي هي ما نتخيل 14 كيلو فيهم داخلين على 1800 نفق، ومدينه صغيره زي رفح فيها فوق ال 90 نفق. يعني الانفاق دي ما هو بيتهرب بيها كل ما هو بقى غير قانوني بما فيهم الارهابيين، فبالتالي ده هيدي سيطره اكتر على الحدود وتقليل اكتر العمليات الارهابيه وسيطره عليها. حظر التجول هيساعد لان هيدي مساحه اكبر من الوقت في اليوم للسيطره على التحركات وده رايح فين ومعاه ايه وشايل ايه وهكذا. والنقطه القويه جدا في هذا الموضوع ان السكان متفاهمين لهذا الموضوع، يعني هذا الموضوع له بعد عسكري احنا قلناه هيدي حريه اكتر في التعامل مع الارهاب، له بعد اقتصادي والدوله غطته الحقيقه انه عوضوهم اقتصاديا وفي بناء لمدينه رفح الجديده والتعويضات يمكن حجمها كبير جدا معديه المليار جنيه والدوله هتقوم بيها. له بعد اجتماعي ان المصريين دايما مرتبط بالحته اللي نشأ فيها ومش عايز يسيبها، فكون ان السكان متغلبين على الحته والبعد الاجتماعي ده وعن طيب خاطر منقولين، ويمكن الرئيس حتى اعتذر لهم في الخطاب بتاعه، فدي نقطه متفاهمين جدا واتنقلوا الامور ان شاء الله في سيطره وتطور يعني عالي جدا في السيطره على الارهاب. فدي نقطه الحمد لله مهمه. نقطة الدواء بقى ونقطة ده مهم جدا. يعني سيادة الدواء، يعني أنا لسه امبارح سامعة من أحد الناس بيشتكوا، أولا رئيس غرفة صناعة الأدوية طبعا استقال، ومن هذا الحين هو استقل لسبب بسيط جدا. يعني هو من هذا الحين ان هو مستقل هم مطلعين عليه ان هو اخواني، هو بعيد كل الاخوان عن الاخوان بس هم اللي هو مطلعين عليه كده. هو في مشكله في الدواء ده اللي اتنقلت لي، ويا ريت حضرتك تصلح لي المعلومه دي لو غلط، ان في طبعا العبوه نفسها بقت غاليه جدا، العماله غاليه جدا، الماده الخام نفسها عشان تيجي غاليه جدا، لكن سعر الدواء ثابت لا يتغير. فبالتالي شركات الادويه بتحجم عن انتاج ادويه معينه لانها رخيصه، وهي التكلفه عندها بتكون ازيد، فبالتالي هي ما بتنتجهاش، فبدا السوق يحس ان في طبعا عجز في ادويه كتيره جدا. الناس بتشتكي طبعا، في بنشوف على عبر التلفزيونات في خط ساخن، خط الساخن ده ملوش اي لازمه مفيش اي حاجه من دي خالص، والشكوى الغير اللامزاله. الراجل لما جه اتكلم قال لا انا بعترض على هذا الموضوع، ولو ما فيش حد هيحل لي، طبعا ما قدرش يوصل صوته فاستقال، وقالوا ان هو اخواني، هو مش اخواني طبعا. لا هو بص عشان حضرتك نكون امنا جدا مع بعض، القطاع الصحي بالكامل يعني بيحتاج الكثير من التطور، ويمكن السيد وزير الصحه يمكن شفناه في جولات كثيره في المستشفيات، وفي حته المستشفيات حتى في حته بعيد عن القاهره وغير راضي، وحتى يعني ملامحه واسلوب كلامه مع بعض المسؤولين في المستشفيات كانت يعني بتبين عدم الرضا، وفي مستشفيات برضه شغاله باسلوب الحقيقه محترم وكويس. لكن هذا القطاع محتاج تطوير طبعا، والخدمه الطبيه هي خدمه مهمه وضروريه، ومنها قطاع الدواء. فانا يعني في تقديري، يمكن انا مش متخصص في هذا القطاع، لكن انا ببص بنظره يمكن الاحتكاكي بمرضى او ناس بيحتاجوا دواء او كده، محتاج تطوير، مفيش كلام، ومحتاج سعر الدواء ده سعر لازم يكون في متناول كل مريض. ما عندناش مانع يغلى 2 جنيه ولا يعني حاجه، مفيش مشكله، حضرتك يعني في عبوات ب 2 جنيه، لا لو غليت شويه بس تبقى متوفره موجوده مفيش مشكله. حضرتك انا متاكد ان المشكله دي ان شاء الله باذن الله هتبقى في طريقها للحل، لكن عشان نكون امنا قد تاخذ بعض الوقت. لكن يعني طالما هي على الساحه شانها شان كل المشاكل اللي موجوده في الدوله، ويمكن برضو السيد الرئيس قال ان في مشاكل وفي تحديات، وبالتالي يعني انا اتمنى ان موضوع الدواء ده بالذات والرعايه الصحيه والتعليم يعني يكونوا على راس الاولويات، ويمكن نوه عليهم قبل كده ان الصحه والتعليم دول في منتهى الاهميه. ما هو ده برضه امن قومي صح؟ طبعا ده اساس صحه المواطن،
لان ده رقم واحد. انا عايز مواطن صحيح يتمتع بصحه كويسه ان شاء الله، ويبقى عنده قدره بقى على الشغل والعمل وهكذا، ده اساس، والتعليم على التوازي. فان شاء الله انا في مشاكل، لازم نقول ان في مشاكل انا كمواطنين حتى عاديين حاسين بيها، فان شاء الله نتمنى انها يتعمل لها حتى جدوله وخطه كده يعني، وتعلن برضو على الناس عشان الناس يبقى فيه يعني زي الخطه كده بتاعت قناه السويس لما معلنه كده وفيها متابعه. يعني ده نموذج الحقيقه محترم جدا ل يعني مشروع له خطه زمنيه، والناس بتروح تبص عليه وتتاكد وتطمن، والمسؤولين وكبار رجال الدوله. فخطه نموذج يعني، يا ريت كل مشكله موجوده في الدوله بنفس المنهجيه كده، حتى الناس هتطمئن انها على المدى الطويل هتتحل. طيب الغذاء برضو حضرتك يعني الغذاء طبعا انا هستعير كلمه الشيخ الشعراوي العلامه الجليل، يعني ان عشان يبقى كلمتنا من راسنا لازم يبقى اكلنا من فاسنا او من الارض. يعني هي كلمه بسيطه قوي، يعني حتى بتوصل للمواطن البسيط وقالها باسلوب بسيط قوي، لكنها فيها كل التعبير عن هذا الموضوع. فبالتالي النقطه دي نقطه مهمه جدا، ويعني مجال لازم يعني يتخذ فيه خطوات ايجابيه وخطه برضو مدروسه عشان الاكتفاء الذاتي من حتى السلع الاستراتيجيه، ما يبقاش فيه اعتماد عالي على بره، ودي برضو هتاخد وقت. يعني برضو عايزين نكون امنا واحنا بنتكلم ان هذه المشاكل مشاكل يعني لها جذور، وجذور يعني من زمن ما اتحلتش، وبالتالي يمكن في خطوات حتى عشان يعني الدعم يوصل لمستحقيه، في خطوات كده اتعملت بحيث ان لما الدعم يوصل لمستحقيه على الاقل يبقى في بقيه المبلغ المخصص للناحيه الاستراتيجيه بالنسبه للسلع الاستراتيجيه والحاجات دي، يبقى حتى اقدر يبقى هم مستكفين من هذه النقطه. فدي نقطه خطوه حل على الطريق. هل الحل الثاني بقى في مشاريع الاستصلاح مساحات كبيره من الارض الزراعيه، وان شاء الله ده انا متوقع ان هو هيبقى يعني نفسنا ترجع خضراء تاني باذن الله. يعني هي انا متاكد ان المشروع اللي جاي اللي هو مشروع الاستصلاح الاراضي الزراعيه، ودي نقطه مهمه جدا، لان الغذاء يعني انا هنتكلم على اراضي زراعيه واضافه جديده للرقعه الزراعيه، علاوه على اسلوب جديد ومتميز الارتفاع بانتاجيه الفدان من اي نوع من انواع المحاصيل. فان شاء الله يعني باذن الله المشاكل كبيره ومش هتتحل في يوم وليله عشان نبقى امنا. فهي الخطط لما تكون شفافه وتراعي فعلا الواقع، الناس هتستريح جدا ان شاء الله. طب سيادة اللي هو من واقع خبره حضرتك ايه الاولويات المفروض هتكون على مائده بقى مستشار رئيس الامن القومي؟ الاولويات طبعا في اولويه وهي واخده الاولويه رقم 1 وتم التعامل معاها وتحديث خططها باستمرار، التعامل مع الارهاب. ودي ان شاء الله باذن الله يعني انا متاكد ان هي هتاخد خطوات ايجابيه. وبرضه انا عايز اقول نقطه فيها مهمه، انا ما احكمش على الحرب على الارهاب من عمليه واحده استشهد فيها يعني اغلى رجال مصر. فانا لا ابص للمرحله بالكامل. حتى في اي حرب ما بنقيمش الحرب بان انا احط ايدي على معركه معينه واقول احنا خسرنا المعركه دي. لا، انا ببص على عدد المعارك الكتيره جدا اللي هي جوه الفتره بتاعه الحرب، وابص ان شاء الله برضو على الفتره النهائيه للحرب. هتلاقي فعلا الموضوع يوضح وان في خطوات ايجابيه. واحنا ما احنا تعرضنا لموجه ارهابيه قبل كده وتغلبنا عليها تماما وطلعنا منها ان شاء الله يعني اقوى من الاول. فدي اولويه رقم 1. الاولويه رقم 2 طبعا ان شاء الله في الفتره اللي جايه الانتخابات الاستحقاق الثالث من خريطه الطريق، ودي نقطه مهمه جدا علشان يبقى كده يعني انهينا خريطه الطريق في موعدها. وكان في برضو نوع من التاكيد على انها هتتم في ميعادها رغم ان بعض الاصوات عايزه امتى ميعادها؟ احنا مش عارفين. لا ازاي ده ميعادها؟ ده يوم 10 نوفمبر يعني هيتم الانتهاء من بعض النواحي الاجرائيه، وبعد كده لجنه الانتخابات تعديل القانون تم الانتهاء منه. لجنه الانتخابات هتاخد بقى مهمتها وتدعو الناخبين للادلاء باصواتهم، ويبتدي بقى يشتغل الناس اللي هي هترشح نفسها. فالعمليه ان شاء الله هتكون يعني على بدايه يعني في بدايه السنه الجديده في ميعادها يعني ان شاء الله. فده الاستحقاق ده مهم جدا عشان نبقى كملنا الشكل في ميعاده.
على التوازي بقى مع النقطتين دول مشاكل البلد، منها الصحي والتعليم والغذاء وكلام من ده وبتاع، في خطط متوازيه وبخطوات مدروسه وان شاء الله مكمله. وانا برضه عشان نكون امنا قد تاخذ بعض الوقت لانها مشاكل كبيره ولها جذور. فان شاء الله باذن الله يعني احنا بادئين في الطريق صح يا رب ان شاء الله. والوعي بقى من اهم الاولويات، الوعي ان احنا نوعي الناس باستمرار عن المخاطر والتهديدات اللي يمكن الرئيس اكد عليها في خطابه، ودي نقطه مهمه جدا، ان انا بشتغل في ظل تهديدات خارجيه كبيره جدا، مش عايزه مصر تتقدم ولا عايزاها تحل مشاكلها ولا عايزاها تتقدم خطوه في اتجاه خريطه الطريق ولا غير خريطه الطريق. انا بشكرك شكرا جزيلا لواء طيار اركان حرب هشام الحلبي، المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. شرفتنا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. وبشكركم مشاهدينا، لسه مكملين معاكم لغايه العاشره، كونوا معنا وبعد الفاصل هتجيكم الصحافه التحليليه، زميلي محمد بشير هيكون معاكم. ألقاكم على خير.